بسم الله الرحمن الرحيم. عيساوي ميمون، مستشار سابق بجماعة دير القصيبة وفاعل حقوقي بدير القصيبة. الموضوع اللي غادي نهضر عليه هو المعارضة، فريق ديال المعارضة داخل المجلس القروي لدير القصيبة. كاينين يوجد 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية داخل المجلس القروي لدير القصيبة بقيادة رجل الأعمال الملقب في المنطقة ببوطيارة. 9 أعضاء غير قادرين على تحريك التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في حق هذا الرئيس. هذا التقرير اللي فيه خروقات خطيرة، بما فيها 35 رخصة ديال تقسيم للعقارات داخل المركز الحضري لإغرام الأعلام، واللي استفدت منها المافيا ديال العقار. وهناك أيضا أعضاء محسوبين على أعضاء مستشارين داخل المجلس محسوبين على مافيا العقار، وخروقات أخرى كالتزوير في المركز السوسيو ثقافي بأيد حمو عبد السلام اللي دشنو هذا الوالي الحالي قبل ما يمشي لفاس. أنا ذاك في إطار الفيضانات، في إطار مواساة ساكنة أيد حمو عبد السلام في الفيضانات اللي عرفتها المنطقة. هذا التقرير هذا اللي ما قدرتش المعارضة تقوم بالتحريك ديالو عبر القنوات الحزبية ديالهم والبرلمانيين ديالهم. هذا التقرير اللي لقاوه على فوق طابق من ذهب دون أي عناء. هذا التقرير هذا راه كلفني أنا الحصار من طرف العصابة ديال الأمغار، الأب الروحي ديال المفسدين داخل هذه القبيلة. هذه الأب الروحي ديال الفساد في المنطقة. وكلفني أيضا 2 شهر سجنا نافذة في حقي. وعوض هاد الأعضاء هادو يحركوا هذا التقرير هذا، أصبحوا يتساقطون كأوراق الخريف بين أحضان هذا الرئيس الفاسد، بعدما سقط أولهم في الأسابيع القليلة وراء الاستحقاقات طمعا في رئاسة اللجنة التي يمنحها الميثاق الجديد للمعارضة. ومستشاران آخران سقطوا تقريبا في هذا الشهر الماضي، أقاموا وليمة للرئيس من أجل المصالحة ديالو. هذه معارضة ديال أهل الكهف بقيادة رجل الأعمال اللي ما قدرش يحافظ على الفريق ديالو. أنا كنت بحال هذا، أنا غادي نجر الرئيس كاع هذوك الأعضاء اللي معاه كاع، حتى الرئيس نجرو. وشكرا.